انت عارف ان حوت الاوركا موجود من 50 مليون سنه، يعني من قبل عصر الديناصورات، وهو من عائله الدلافين اللي في منها 35 نوع. والاوركا هو اخطرهم على الاطلاق، بيوصل طوله ل 10 متر، يعني مبنى مكون من 3 طوابق، ووزنه بيوصل ل 6 طن. طب انت عارف ان حوت الاوركا بينام بنص دماغه بس علشان يعرف يتنفس، لان لو نام بدماغه كلها هيغرق ويموت. حوت الاوركا عنده كتيبه من الاسنان المخروطيه اللي بيوصل طول السن الواحد فيها ل 10 سم، واللي بتقدر انها تمزق بيها اي كائن بحري في المحيطات، بدايه من الحوت الازرق والقرش الابيض الكبير وكمان كلب البحر. الاوركا مش مجرد دولفين بلطافتها المعروفه، دول شويه صيادين محترفين جدا، بيفكروا وبيخططوا، واكتر حاجه بتميزهم الصيد الجماعي. الاوركا بتشتغل كانها فرقه كوماندوز، بيراقبوا الفريسه من بعيد من غير ما تعمل صوت، وكل واحد فيهم عارف دوره كويس، وفجاه بيهجموا عليها بخطه محسوبه، يا اما يحاوطوها ويشلوا حركتها، يا اما يضربوها بديولهم بقوه تخليها تطير بره الميه. الضربه دي ممكن تشل اي فريسه، وبيضربوها مخصوص عشان يتفادوا اي جرح ممكن يجي من الضحيه او اي خدش على جسمهم. شغل عالي ده. الاوركا بيقدر يعوم لحد 65 كيلو متر في اليوم، وبعمق 160 متر تحت سطح البحر. وحوت الاوركا ده ملك البحار والمحيطات بلا منازع، لانه واقف فوق قمه الهرم الغذائي في المحيط، لان مفيش اي مخلوق بحري يقدر يفترسه، ولا سمك قرش بقى، ولا حوت ازرق، ولا اي حاجه. هو بس اللي يصطاد ومحدش يقدر يمسه. حوت الاوركا مش بس قوي، ده كمان اذكى من كل اللي حواليه. اكتب لي بقى في الكومنتات بعد ما تصلي على سيدنا رسول الله ايه اكتر ميزه النهارده فاجئتك في الاوركا، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.